النهارده هقول لك حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. الحديث ده انا بعتبره ان هو حديث خطير ومهم جدا لكل الناس اللي بتهتم بموضوع العقارات. يعني ممكن يكون مهم لكل الناس مش بس الناس اللي بتهتم بالعقارات. ايه هو الحديث؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: من باع دارا او عقارا ثم لم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا الا يبارك له فيه. هقوله تاني: من باع دارا، باع بيت، او عقارا ده زي ارض، زي مكتب، محل تجاري، وتفر حاجه من الحاجات الثابته اللي بنتعامل معاها في سوق العقارات. من باع دارا او عقارا ثم لم يجعل ثمنه، الفلوس اللي انت بعت بيها دي، اللي انت كسبتها او اللي انت مسكتها من العقار ده، ثم لم يجعل ثمنه في مثله، يعني في عقار زيه او اكبر منه طبعا، يعني كان قمنا. يعني ايه قمنا؟ يعني حقا او يستحق الا يبارك له فيه. اللي هي ايه؟ يعني الفلوس دي غالبا مش هتكون فيها البركه. ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام، وتقدروا تدوروا على الحديث ده. انا شخصيا يعني لما شفت الحديث ده لاول مره يعني اتفاجئت ان معقوله يعني النبي عليه الصلاه والسلام من 1400 سنه اتكلم عن حاجه زي كده. ودورت على النت ولقيت ان هو موجود، حديث صحيح. طب ايه السبب؟ يعني انا الحقيقه شفت قبل كده اكتر من مره ناس يبيع مثلا شقته او يبيع بيته علشان مثلا يدخل في مشروع، او يبيع شقته او بيته علشان مثلا يشتري عربيه او حاجه زي كده. بتبص تلاقي دايما الفلوس، يقول لك الفلوس طارت، الفلوس راحت. ف يعني انا ما كنتش يعني ما اخدش بالي يعني، بس لما سمعت الحديث ده افتكرت الامثله اللي انا عديت بيها قبل كده على حاجه شبه كده، او اللي شفتها مع ناس. انا الحمد لله ما بعتش عقارات قبل كده، وضيعت فلوسها يعني. بس يعني حصلت قدامي ناس ان يبيعوا عقارات وكده، فبص الاقي ان الناس فلوسها بتروح. فلما شفت الحديث ترجمت الموضوع على طول، وحسيت ان الكلام لا، ده ايه ده امثله واقعيه شفتها قدامي. طب ايه السبب؟ لما دورت بقى على التفسير بتاع الحديث ده، لقيت ايه بقى؟ لقيت ان الناس من الائمه او من الناس اللي هم الفقهاء يعني قالوا ان بيع الدار او العقار، دار ده هو البيت يعني او العقار، وصرف ثمنها في المنقولات. المنقولات دي اللي هي ايه؟ هي اي حاجه، عربيه، شويه عفش للبيت، شويه مش عارف ايه، اي حاجه من الحاجات اللي هي مش ثابته، غير مستحب او مكروه. ليه بقى مكروه؟ قال لك لان العقارات كثيره المنافع قليله الآفة. كثيرة المنافع، ليها منافع كتيرة. ممكن تسكن في البيت، ممكن لو انت عندك محل ممكن تعمل فيه مشروع، لو انت عندك مكتب ممكن تعمل فيه شركة، ممكن تأجر، ممكن تخليها لأولادك، حاجات كتيرة قوي. العقارات كثيرة المنافع قليلة الآفة، يعني مشاكلها أقل. لا يسرقها سارق، ولا حد هينفع يسرق البيت، يعني ما حدش هيسرق حيطان البيت ويهرب مثلا، ولا يلحقها أذى، مفيش حاجة هتحصل لها. بخلاف المنقولات، يعني عربية لا قدر الله ممكن تعمل حادثة، ممكن تتسرق، انما البيت مفيش حد هيخلع حيطان البيت ويسرقها. فعشان كده قال لك ايه بقى؟ فالاولى الا تباع، ما تتباعش، ده الاولى. وان تم بيعها فيتم وضع ثمنها في مثلها، يعني تحط فلوسها في زيها. ومن بركتها انها باقيه، يعني يقول لك ان هي باقيه موجوده. في ناس بنلاقي عندهم بيت يقول لك ده من ايام جدي، ده من ايام ابويا الله يرحمه، ده مش عارف ايه، فبتتوارثها الاجيال، جيل واثنين وثلاثه، صح ولا غلط؟ وسالمه من الضياع والسرقه والخساره، ولا بتتسرق ولا بتضيع ولا بتخسر. ده بتفسير الايه؟ الحديث، مش كلامي. فقال لك برضو ان من ضمن التفسير، عشان في ايات قرانيه بتحمل معنى ان ربنا مبارك في الارض وقدر فيها اقواتها، وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. فان قال لك ان برضو من ضمن التفسير الائمه يعني للموضوع ده وربطه مع الحديث، قال لك ان هو ربنا امر الانسان ان يخلي ليه اثر في الارض. فلما الانسان بيمحو الاثر ده عن طريق ان هو يبيع العقار ده، فكده يعني بيعاقب، كانه بيعاقب بضياع الفلوس دي. طبعا الا اللي بيبيع عشان مضطر، يعني واحد مثلا بيبيع عشان عنده ازمه ماليه فظيعه، مثلا في مثلا ازمه طبيه لا قدر الله، عليه دين، هيتحبس، مش عارف يعني. الاستثناءات مش بتكلم عن الاستثناءات، انا بتكلم عن القاعده الرئيسيه. ولما انا يعني ربطت مع حديث، مع يعني حديث ده بس السلام ده ربطته بقانون. قانون ده موجود فين؟ في امريكا، مش في مصر. القانون ده في امريكا اسمه قانون 1031، اللي هو 1031 1031. وتقدروا برضو تعملوا سيرش على النت او تبحثوا على جوجل على القانون ده. اللي هو ايه بيقول بقى؟ القانون بيقول لك ان انت لو بعت بيت او عقار، والبيت ده او العقار ده طبيعي ان هو بيبقى عليه ضرايب. يعني انت مثلا اشتريت مثلا البيت ده ب 600000 دولار، بعته بمليون دولار، يبقى 400000 دولار دول بيعتبروهم مكسب. فالحكومه الفدراليه بتاخد ضرايب على الارباح اللي هي انت كسبتها دي، مثلا اللي هم 400000 دولار دول. الا في حاله واحده، ايه هي الحاله دي؟ انك تبدل العقار ده، او انك تشتري بالفلوس دي عقار تاني اكبر من العقار الاولاني. يعني انت مثلا كنت جايب ب 600، بعت بمليون، اشتريت بمليون، يبقى انت كده معلش ضرايب.
اشتريت بمليون وشويه، مليون ونص مثلا، ما عليكش ضرايب. اشتريت ب 900 يبقى عليك ضرايب على ال 100,000 دول. فمعنى كده ان هو بيشجعك ان انت ما تبيعش، او لو بعت تحط فلوسك على طول في حاجه تانية يعني اكبر منها. وده يعني اللي انا شايفه ده كانه بالظبط التطبيق نص الحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام. فانا استغربت جدا، واسمه القانون يعني موجود على النت، تقدروا تدوروا عليه وتشوفوه يعني. فده الحديث ده يعني بيأكد معلومه كنت قلتها قبل كده، ان العقار مصدر للغنى. انا قلت قبل كده ان العقار مصدر للغنى، يعني تبقى غني، يعني ان انت او اسرتك تبقوا اغنياء بسبب العقار. العقار فعلا بيسبب الغنى. ومش بس كده كمان، لا ده يعني نقدر ان احنا نشوف الموضوع ده، الامثله دي كتير حوالينا. مش هطول عليكم اكتر من كده في الفيديو، بس ده يعني كان حديث مهم حبيت ان انا اقول لكم عنه. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.